يا مساء الفل والورد والياسمين على احلى متابعين. نبدا الفيديو بتاعنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفيديو بقى اللي بتحب كل الستات، وهو فيديو المشتريات الشهريه. فالشهر ده انا قررت ان انا مش هجيب فراخ ولا لحوم، فقررت ان اجيب بقى حاجات تخص السمك. فجبت الكيس ده، ده شوربه سي فود عامل 80 جنيه. متنوعة بقى، بيبقى فيه كابوريا، وبيبقى فيه سمك فيليه، وبيبقى فيه جمبري، بيبقى فيه حاجات كتير. نبقى نعمله ان شاء الله في فيديو تاني مع بعض. ده بيبقى عند بتاع المجمدات، يعني هتلاقيه عند بتاع المجمدات، او عند بتاع اي حد بيبيع السمك المجمد او الاسماك بشكل عام. جبت كمان السمك ده اسمه سمك دينيس. انا كنت عايزه بلطي فما لقيتش، فجبت الدينيس. ما بقى يعني انا بسبب مواعيد شغلي ما بعرفش اروح السوق، فبجيبه مجمد من بتاع المجمدات. ده على فكره مصري، تبع الشركه الوطنيه. فالعبوه دي كيلو ونص، فيها ما شاء الله 10 وحدات. هي حجمها متوسط كده، مش يعني لا صغير ولا كبير. دي عامله 270 كيلو ونص سمك دينيس. اول مره ادوقه، فلو حلو اكتبوا لي تحت. انا كنت عايزه اصلا اجيب بولتي. السمك بقى الفيليه اللي هو البص، انا دايما بجيب الاحمر، فاول مره اجيب الابيض ده، فما لقيتش غيره الصراحه. فده عامل 135 جنيه، اللي هي العبوه اللي فيها 2 دي، وممكن كل واحده من دي تتقسم 4، بتبقى حلوه قوي. كل شهر بقى بجيب الجبنة الدمياطي اللي هي الطارق، وافتحها معاكم ان شاء الله في اخر الفيديو. فلقيت النوع ده اسمه معروف، فقلت اجيبه. يعني هو نفس السعر 150، زيها زي جبنة الطارق بالظبط. بتبقى جبنة براميلي، بتنفعني بقى في السندوتشات الفطار وكده. جبت كمان الصوص البرجر ده، كتير من اليوتيوبر شكروا فيه. بيبقى حلو بقى على بطاطس، بيبقى حلو في سندوتشات، بيحسسك كده باكل المطاعم. فهو الصراحه طعمه مش بطال، حلو يعني، مش بطال. بس انا بحب الهوت شيلي صوص اكتر من ده الصراحه. بس دي كده المشتريات بتاعه المجمدات. ندخل بقى على المشتريات بتاعه السوبر ماركت او العطار يعني. جبت ازازه الخل دي بتاعه التقوى، ودي عامله 13 جنيه. جبت نص كيلو دقيق بس، عامل 10 جنيه. جبت المرقة دي عاملة 15. بس قولولي كنور مقاطعة ولا لأ، لأن دايما الناس تقولي مقاطعة وناس تقولي مش مقاطعة. وجبت توابل البطاطس دي برضو من كنور، الكيس عامل 3 جنيه. جبت فريك السايب ده نص كيلو، عامل 15. انا بحب الفريك جدا، بعمله شوربة وممكن يتحشي بيه حاجات، نعملها معاكم ان شاء الله على القناة. التوابل دي توابل لحمة سايبة كده، دول ب20 جنيه الحبة دول. والبرغل نص كيلو عامل 15 جنيه، برضو سايب. المكرونة انا جبت 2 كيلو مكرونة، 2 كيلو ونص تقريبا من السايبة. كل نص كيلو شكل معين. فجبت الكوع واللي هي الخواتم ودي السوستة. هي المكرونات كلها كانت عاملة 65 جنيه. تمام. وجوادي كمان المكرونه القلم، وجبت ربع بس لسان عصفور وربع شعريه، يعني دول كده 2 كيلو ونص، عاملين 65. المربى دي الرشيد الميزان تحفه، حلوه جدا، عامله 30 جنيه. سكرها حلو قوي الصراحه. دي مربى التين عامله 30. جبت كمان زيت حلوه ده ب145. انا كنت عايزه التقوى ده، بصوا طالع غامق ازاي. انا كنت جبت الشهر اللي فات زيت التقوى، كان تحفه. فانا جايباه على اساس التقوى، مش واخده بالي ان هو زيت حلوه. فهو زيت خليط بس غامق قوي، يعني مش عارفه ليه غامق كده. فمش هجيبه تاني، يعني هنجيب بزيت التقوى افضل. طبعا رز التقوى ده معايا، دي الشكاره دي عامله 140. لو جبتي التقوى ده فرط لوحده كده عامل 30 جنيه، فكده فيها وفر 10 جنيه. فحلو قوي رز التقوى، جربوه. المشتريات بقى بتاعه المنظفات، جبت الكلوريل ده عامل 14 جنيه. باكل مناديل ده، هو اداهولنا كده فوق البيعة. جبت البريكس ده عامل 30، بحطه في مية المسح وبعمل بيه الحمام. فتحفة قوي، عامل 30 جنيه تحفة. انا كنت جبت بالليمون الشهر اللي فات، وده بريحة اللافندر. جبت كمان مسحوق اللي هو الاوكسي الاوتوماتيك، عامل 170. ده 2 كيلو ونص. لو جبت الحجم الكبير بيطلع فيه اللي هو المعيار البامبا، بس ده ما بيبقاش فيه معيار.
بريحه نسيم الشرق ده، تحفه بجد، احلى ريحه فيه. جبت الشاور ده اسمه بيور، عامل زي بتاع مايوي بالظبط، عامل 65. بصراحة مش قد كده، فقلت مش هجيبه تاني. أنا ما بيعجبنيش الشاور بتاع مايوي، بس انا عشان الشاور اللي كان عندي من ساعة الجواز خلص كله. طبعا عقبال ما بجيب المشتريات دي كلها بروح جايبه لي واحدة سبيرو سباتس واضربها كده في الحر عقبال ما نخلص. وهو كمان ادانا واحدة بخور، كان تحفة قوي، بتاع المنظفات. ومسحوق الباهي ده مسحوق عادي، عشان انا بغسل الطرح والشرابات مثلا على ايدي، فده عامل 60 جنيه. فده العبوة الكبيرة عشان يقعد معايا فترة اطول. فبس هي دي حاجة المنظفات اللي كانت ناقصاني يعني. هنبتدي ان احنا بقى نفضي الحاجات بتاعتنا. انا عندي العبوات دي كنت جايباها من ايكيا بس قبل المقاطعة، عشان كده كنت عايزة اجيب الطقم ده تاني، ولما لقيته غلي غيرت رأيي. بعملها زي ما انتم شايفين كده، منظمات في المطبخ. فواحدة كده انا عاملاها لسان عصفور، وواحدة عاملاها للشعرية، فحلوة قوي يعني. هو العلبة طويلة كده يعني، شبه المنظمات اللي انت ممكن تشتريها للمطبخ بالظبط. فبفضي كده الدنيا كده معاكم. اول مرة يعني اصور ان ازاي بفضي الحاجة بتاعت المشتريات. بس عايزه اقول لكم العلب بتاعت ايكيا دي هي صيت على الفاضي، ضعيفه جدا، حتى الغطا مش بيقفل بشكل محكم. دول برضو العلبتين بتوع المسحوق. عايزه تستخدمي المسحوق من الكيس براحتك، بس الريحه بتاعته بتطير، فالافضل تحطيه في علبه محكمه، ده الافضل يعني. ففضيت اهو المسحوق بتاع باهي، تحفه. انا مش عارفه، هو في ناس بتقول ان هو نازل منه اوتوماتيك، انا ما شفتوش الصراحه. هفضي العلبه، مش هتاخد المسحوق كله لان دي العلبه دي صغيره شويه. فهوريكم بقى انا هعمل ايه في الباقي. ولازم كل علبه كده يبقى معاها المعيار بتاعها، يعني اساس المعيار تبقي حطاه في علبه المسحوق، تاخدي بيه المسحوق بتاعك. مسحوق الاوتوماتيك تبقى انت عاملاه لوحده، والمسحوق العادي عاملاه لوحده. هفضي كمان الاوتوماتيك. نسيم الشرق ده اكتر ريحة بتثبت في الهدوم، واكتر ريحة قوية، لان انا جربت منه كذا حاجة. لا في يعني بطلع الغسيل كأنه ملوش ريحة، كأن انا مش غسلاه. باوكسي برضو. فعايزه اقول لكم ان انا اصلا بحب قوي كنت بحب قبل المقاطعه تايد الصراحه بيخلي الغسيل تحفه. وبرسيل برضو كان حلو. فطبعا عشان مقطع فاضطريت ان انا استخدم اوكسي، مش بطال بس مش هيجي زي تايد الصراحه، مش هيجي زي تايد خالص، عشان الريحه بس بطرش معايا. فانا بحط كده كيس او اي حاجه، بروح قافله بيه كده العلبه عشان ريحه المسحوق عقبال ما تخلصي اخر قطره فيه ما تروحش. ونفس الكلام هعمله في المسحوق العادي عشان الريحه برضو بتاعته ما تطرش. بقيت العبوه بقى اللي احنا ركناها على جنب العلبه ما كفتش فيها بتاعت باهي دي، بالمشابك كده زي ما انتم شايفين. المشابك البلاستيك دي انا محطاها في المطبخ، مخصصاها لاي حاجه، بقفلها كده بالمشابك لما ما احبش انشر بيها كده. فكده الريحه عندك ما تطرش خالص، وتركنيها على جنب لوقت ايه استخدامها. الشاور برضو هفضيه في الديسبنسر ده اللي بيتعلق، جميل جدا على فكرة. يعني اي حد يبقى عنده الديسبنسر ده تحفة، بيوفر فعلا في الشاور. بدل ما تمسكي بقى العبوة كده وتدلقي بيها، ممكن يدلق مرة واحدة، لا دي فيها زرار من تحت الواحد بيستخدمها على الليفة بتاعته. والمنظم برضو اللي جنبه ده حلو قوي، ممكن ابقى اعمل لكم ريفيو عنه بعد كده. كان عندي بيضة واحدة بس من الشهر اللي فات، وكملنا بقى بقية البيض. فانا هفضيه كده في التلاجة، في الرف ده، الرف الاولاني بتاع التلاجة. والباقي هحطه في علبة كده زي ما هوريكم. والعلبة برضو مش هتتقفل، فهبتدي ان انا اغطيها بكيس، بس يبقى ياريت يبقى كيس شفاف عشان تبقي عارفة ان العلبة دي فيها بيض اهو زي ما انتم شايفين. او الاكياس الجديده اللي هي نازله مقاستك دي بتبقى حلوه قوي، موجوده عند بتوع الادوات المنزليه. الزيت برضو هفضيه في العبوه دي اللي انا بستخدمها، برضو بيبقى ليها بوس كده، بتوفر شويه في استخدام الزيت. بس زي ما قلت لكم مش هجيب زيت حلوه ده تاني. اي زيت بقى زياده امسحوه، لان هو مع الحراره بيلزق على الازازه. اخر حاجه بقى هعملها معاكم هي الجبنه بتاعت معروف دي. هوريكم ان انا هفتحها ازاي، عشان هي اول مره جبتها فتحتها بالعافيه يعني. الصراحه هي حلوه والله، مش بطاله، ملحها حلو، طعمها كده فيه حته فلفل كده، بتبقى حلوه قوي للسندوتشات، ومع جبنه وخيار بقى بتبقى تحفه. فاكرين الفتحه دي بتاعت البيبسي بتاعت زمان؟
هنحطها كده وتبدأي تفتحي الغطا، واصلا هي ما بتبقاش محطوطة مباشرة للصفيحة، بتبقى جوه كيس. هتقص كيس وهي هوريكم العدد اللي هيطلع منها، واحطه في علبة بالمية بتاعته. عايزينها ما تبقاش حادقة قوي، حطوا جزء من المية دي وحطوا مية عليها تاني، بس المية يا ريت تكون مغلية مش من الحنفية. بس شايفين قطعة الجبنة دي هي في منها 4 بس بنفس الحجم ده. فده كان بقى الفيديو بقى بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. متنسوش اهم حاجة تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، واي استفسار او تعليق اكتبولي تحت في التعليقات. يلا تابعوني على الفيسبوك والتيك توك.